يا جماعة، انا نسيت المقدمة بتاعتنا كانت اسمها ايه. بجد نسيتها، انا حقيقي نسيتها. استنوا ما ادور عليها. اهلا ومرحبا بكم في برنامجكم المفضل كوفي توك ويز سماسيمو. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وانتوا بتشوفوا الفيديو ده. وحشتوني قوي. في بنت الفيديو اللي فات قالت لي انه هلا والله احسن من اهلا ومرحبا، بس حسيت ان انا عايزه اقول اهلا ومرحبا، فمره كده ومره كده. عاملين ايه يا جماعه؟ وحشتوني قوي. الفيديو ده مهم، بجد بجد مهم. حاجات كان نفسي قوي قوي حد يقولها لي ويتكلم معايا فيها وانا صغيره. انا عارفه ان في بنات كتير قوي صغيره بتتابعني، يعني في بنات صغيره بيكونوا شايفين الناس اللي هم المشهورين او اللي اكبر منهم او حد بيحبوه بيأثر عليهم. فاتمنى ان كلامي اللي انا هقوله لكم ده تسمعوا لي الاخر، تسمعوا الكلام، تفكروا فيه، تعقلوه في دماغكم، وتخلوا بالكم من كل كلمة هقولها، عشان بجد بجد انا هقول لكم كلام مفيد. يمكن اهلكم مش هيتكلموا معاكم في الحاجات اللي انا اقولها لكم، حاجات اهلنا كانوا بيتحرجوا يتكلموا معانا فيها. حاجات نخلي بالنا منها، ازاي نخلي بالنا من نفسنا. فالفيديو ده هيكون متقسم لكذا نقطة هنتكلم فيهم كلهم بالتفصيل ان شاء الله. ولكن قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش تعملوا لي لايك وتشتركوا في القناة وتشتركوا في قناتي التانية، وكمان تروحوا تعملوا لي فولو على الانستجرام عشان المحتوى هناك مختلف خالص عن القناة دي وعن القناة التانية. وبس كده، يلا بينا ندخل في الفيديو. طيب، اول حاجة هتكلم فيها، بصوا يا جماعة، الفيديو ده يعني صدقوني انا محروجة شوية وانا بصوره، بس انا عارفة ان في بنات صغيرة كتير بتتابعني، فانا والله بحاول ان انا فعلا اتكلم معاكم في المواضيع المهمة اللي فعلا تفيدكم. مش عايزة اطلع اتكلم في اي مواضيع وخلاص ملهاش لازمة، لا انا عايزة اطلع افيدكم فعلا، عشان يعني احس ان انا حد بيستفيد مني بحاجة، بشجعكم على حاجة، بحمسكم على حاجة، بخليكم تنتبهوا لحاجات. فأنا عايزة أتكلم معاكم في مواضيع مفيدة، مواضيع مهمة، مش أطلع مجرد إن أنا أعمل لكم فيديو عشان يجيلي مشاهدات وقناتي تتفاعل وخلاص. أنا عايزة فعلا فعلا أفيدكم، فعايزاكم برضو تكتبوا لي إيه الحاجات اللي انتوا عايزين نتكلم فيها. انا باخد على فكره من اللي انتوا بتبعتوهولي وببدا اصوره. ما مش كل فيديو بيبقى من عندي، اوقات كتير بيبقى في حاجات انا عايزه اقولها لكم، واوقات بتبقى حاجات انتوا طالبينها مني ان انا اتكلم فيها. هنتكلم على اول حاجه وهي الدوره الشهريه او البريود. الموضوع ده امهات كتير جدا بتتكسف ان هي تتكلم فيه، ان هي تشرحه لبناتها دي عبارة عن ايه وبتجيلنا ليه ونعمل ايه لما تجيلنا وازاي نهتم بنفسنا بالايام اللي هي بتكون موجودة فيها. بجد الموضوع ده، يعني انا مامتي كانت من الامهات اللي يعني ما حكتليش حاجة، ما فهمتنيش حاجة، يعني سابتني اواجه الحاجة دي لوحدي. وواجهت واتعلمت وغلطت وعملت حاجات غلط وعملت حاجات صح لحد ما كبرت وبدات ان انا اعمل سيرش واشوف المفروض اتصرف ازاي واعمل ايه والكلام ده كله. لو في ام بتتفرج عليا دلوقتي، فانا طبعا بنصحكم انه لو انتوا عندكم اطفال لما تكبر ما تكسفوش ان انتوا تتكلموا في حاجه زي كده. انا عمري ما اتكسف اتكلم مع بنتي في حاجه زي كده، بالعكس انا لما يجي السن المناسب اللي هي تبدا تفهم فيه حاجات زي كده هكلمها، هفهمها، هوعيها، هبقى معاها، مش هسيبها تتصرف لوحدها. يعني بجد، لان هم يعني الاطفال ما يعرفوش. انا غلطت في حاجات كتير جدا غلط، لان ما لقيتش حد وجهني، ما لقيتش حد قال لي المفروض تعملي كذا في الوقت الكذا. للاسف ممكن ماما كانت بتتكسف، سابتني كده اتعلمت كل حاجة لوحدي. خلينا نفهم اول حاجة، هي اصلا ليه الدورة الشهرية بتجيلنا كل شهر؟ دي بتكون تغيرات هرمونية طبيعية جدا بتحصل للجسم، ولما بيحصل كده كده بيكون خلاص الجسم جاهز ان هو يحمل. يعني هي اول ما بتجيلك انت كده خلاص جسمك بقى جاهز ان هو يحمل في اي وقت، ايا كان سنك ايه، عندك 11 سنة عندك 12 سنة، لان طبعا هي بتيجي لبنات كتير قوي بيكون سنهم صغير. فطالما هي جت خلاص انت كده جسمك قابل ان انت تحملي، لان انت كده خلاص جسمك اتأهل لموضوع زي. طب هو الدم اللي بينزل ده بقى ده بيكون عبارة عن ايه؟ سبحان الله، كل شهر بطانة الرحم بتتجدد، يعني هي بتتكون عشان يحصل حمل. لو الشهر خلص وما حصلش حمل، إيه اللي بيحصل؟ دي كده بتكون ما ينفعش ان هي تفضل للشهر اللي بعده ويحصل حمل عليها مثلا، لا لازم البطانه دي خلاص تنزل من الجسم. فبتنزل على هيئه دم، وده طبعا بتكون سموم وحاجات كتير مش حلوه في الجسم، بتنزل على هيئه دم. وبعد كده الشهر الجاي بتبدا ان تتكون بطانه جديده، عشان لو حصل حمل الجنين يتكون، تكون البطانه بتاعته كويسه ما فيهاش مشاكل.
فهي دي بتكون الدورة الشهرية عبارة عن كده، وبتتكون من زي ما قلت لكم من بطانة في الرحم، بتتغير كل شهر. طب ايه اللي نعمله بقى لما تكون عندنا الدورة الشهرية لأول مرة؟ أول حاجة ان احنا نجيب نوع باد كويس، نقعد ندور نجرب كذا نوع لحد ما نلاقي النوع اللي بنرتاح فيه. لو انتوا بتتعبوا وتقدروا ان انتوا تاخدوا مسكن، لكن لو كان الألم صعب جدا تحمله، يفضل طبعا ان انت تروحي لدكتور يكشف عليكي، يطمن على حاجة زي كده. ممكن تكون في مشكلة، تلبسي حاجات قطن كل ساعتين، كل 3 ساعات بالكتير. لازم ان انت تغيري الفوطة الصحية اللي انت حطاها، لان طبعا لما بتسيبيها وقت طويل بتعمل حاجات مش حلوة، بتعمل ريحة مش حلوة، بتعمل اسمرار في المنطقة. فلازم طبعا ان احنا نهتم بالمكان ده كله. بعد ما بتخلص لازم طبعا نغتسل كويس، يعني يفضل ان انتوا تشوفوا فيديو ازاي تغتسلوا من الدورة الشهرية عشان نرجع ان احنا نصلي تاني، نمسك المصحف والحاجات دي كلها. ده كده بالنسبة للدورة الشهرية. تصرفاتك بقى لما تكوني في سن البلوغ، ان انت خلاص كبرتي بقيتي انسة. تصرفاتك بقى يعني مثلا لبسك اللي انت بتنزلي بيه في البيت، في الشارع ما ينفعش، الشارع ليه لبس معين، البيت ليه لبس معين. هزارك مع قرايبك وابن خالك وابن عمك، والضرب ومد الايد، وان انت تقلعي الحجاب قدام مش عارفة مين ومين، كل دي طبعا بتبقى حاجات غلط، حاجات حرام. ما ينفعش ان انت تفضلي بالطريقة اللي هو ايه بقى يا عمي، عارفين انتوا اللي هو البنات المسترجله دي. ما ينفعش طبعا ان احنا نكون بالاسلوب ده، خلاص احنا بقينا كبار، بقى عندك ملك على اليمين وملك على الشمال بيكتبوا كل حاجه انت بتعمليها. لازم تخلي بالك من تصرفاتك. عاوزاكي تكوني كده ايه، هاديه وكتكوته. انا عارفه ان انا ما كنتش كده في الفتره دي خالص، لا كنت هاديه ولا كنت رقيقه ولا كنت كتكوته. بس يعني مش عارفه ليه بس انا مش معنى مثلا ان حاجه انا ما كنتش بعملها او حاجه انا فشلت فيها فما ينفعش ان انا ادي نصايح فيها، لا. ده انا بعتبر ان ده خطأ انا وقعت فيه، ان انا كنت مثلا مسترجله الفتره دي او عامله فيها شبح او مش عارفه ايه، فانا بديكوا نصايح عشان ما تقعوش في الخطأ ده. يعني مثلا انا الفتره دي مثلا كانت مش كويسه، فانا هحاول على قد ما اقدر ان انا اخلي دليده في الفتره دي تبقى كويسه، تبقى هاديه، تبقى رقيقه، تبقى صوتها واطي، تبقى نظيفه، تبقى مسرحه شعرها، يبقى شكلها حلو، تبقى بتاخد شاور على طول. فانا هخلي بنتي اي حاجه غلط انا اتعلمتها مش هخلي بنتي تعملها، فانا بعتبركم زي بنتي، فعشان كده انا طالعه ان انا انصحكم. طيب لو احنا مثلا في الفتره دي عصبيين جدا، عندنا مشاكل مع اهلنا، بنتخنق على اي حاجه، لبسنا لبس رجاله، شكلنا شكل الصبيان، لازم كده نقف مع نفسنا ونفهم ان احنا بنات، يعني احنا كائنات رقيقه. لازم نكون نضاف في البيت ونضاف بره البيت. لازم تكوني بتشيلي شعر جسمك، ما ينفعش تكوني ماشيه وانت عندك الشنب ده. انا عارفه طبعا ان في امهات كتير جدا بترفض، ولكن حاولوا ان انتوا تقولوا لمامتكم مثلا انه بيتنمر عليكم في المدرسه، ان النظافه من الايمان. خلي مثلا اختك تكلمها، شوفي انت قريبه من مين في عيلتكم، وخالتك مثلا تكلم مامتك ان لا البنت كبرت ما ينفعش كده، لازم تبقى شكلها حلو. لو عندك شعر هنا لازم تشيليه مثلا، لو عندك شعر في صوابعك في ايدك من هنا لازم يتشال، لان انت خلاص بقيتي انسه. فلازم يكون شكلك حلو مهندم كده. ما بقولكيش روحي اعملي حواجبك، انا نفسي ما بعملش حواجبي، يعني حواجبي انا مش بعملها، بس ممكن اشيل شعر زياده هنا. ممكن مثلا لو طلع لي كام شعريه في الحته دي كده بلقطهم بالملقاط. زي ما انتوا عارفين انا لا بروح كوافير ولا الكلام ده كله ولا صالون ولا الحاجات دي، انا بعمل لنفسي كل حاجه في البيت. لازم تكونوا في الفترة دي كده تكونوا بنوتات كده، تكونوا هاديين، صوتكم هادي، يعني عارفين انتوا اللي هو البنوتات الكوتي كوتي، يعني لازم نكون انثى، يعني احنا انثى. انا فعلا في المرحله دي ما كنتش انثى خالص، بجد كنت مسترجله قوي قوي، وانا مش عارفه ليه كنت عامله في نفسي كده. فانا زي ما بقول لكم ان ده مثلا خطأ انا وقعت فيه، فانا بنصحكم والله العظيم بنصحكم ان انتوا لو انتوا كده، انا عارفه طبعا ان في بنات كتير كده، لا اقعدوا كده مع نفسكم، حاولوا ان انتوا ما تتعصبوا، تهدوا نفسكم. لا انا مش هتعصب، لا انا مش هعلي صوتي، لا انا مش هزعق لماما، لا انا هسمع الكلام، لا انا مثلا مش هعمل كذا، لا انا لازم اغير من نفسي، لازم اسيستم دماغي واعمل روتين كده، تكون عادات صحيه، حاجات كويسه تنفعني وحاجات تفيدني. حاجه كمان برضو وهو اتكلمت عليها قبل كده، انا تقريبا عامله لكم جزء كبير قوي في فيديو عن الموضوع ده، وهو الصحاب. بصوا يا جماعه زي ما بيقولوا الصاحب ساحب. فانتي لو في فتره المراهقه بس مصاحبه بنت مش كويسه، بتزوغ من الدروس، بتاخد فلوس الدروس وتصرفها وتقول لاهلها ان هي خدت الدروس، بتهرب من المدرسه وتروح اماكن تانية،
فصدقيني لو انت كنت ايه صدقيني والله هتجرك للطريق الوحش ده، لكن لو انت صاحبتي بنت كويسه ملتزمه بتذاكر شاطره عسوله مؤدبه محترمه، هتجرك برضو ان انت تبقي عسوله زيها، تبقي مؤدبه، تبقي شاطره زيها، تكوني مش كدابه زيها. فخلوا بالكم من صحابكم. انت مثلا في شله بنات لقيتيهم مثلا بياخدوا بعض كده ماشي ويروحوا يقعدوا في مكان ويسيبوكي، او انت مثلا يكونوا قاعدين اول ما يلاقوكي جايه يروحوا ساكتين، يقعدوا كده يعملوا كده من تحت لتحت، انت يعني انت موجوده بس انت حاسه ان في حاجه غلط. فلا يعني اوعي تكوني اصلا في بيئه بشعه زي كده. وعموما يا جماعه مش شرط ان اصحاب المدرسه يكملوا معانا لحد ما نموت، انت كل مرحله في حياتك هيكون لك اصحاب اصلا مختلفين. فخلوا بالكم برضو من صحابكم، ما تصاحبوش اي حد وخلاص، ما تدخلوش اي حد بيتكم، ما تدخلوش بيوت حد. التغيرات اللي بتحصل في جسمنا في سن المراهقه طبعا بعد خلاص بقى ما ان بتبداي ان انت خلاص بقيتي انسه، بتحصل تغيرات في جسمك بيطول، جسمك بيكبر، جسمك بيبدأ ملامحه تظهر. فلازم طبعا ان انت تهتمي باللبس الداخلي، تلبسي حاجات قطن كده تشد جسمك، تلبسي لبس مناسب لجسمك، لبس كده يخليكي حلوة. بلاش الحاجات الضيقة قوي، وبلاش برضو الحاجات الواسعة المهلهلة قوي، خليكي كده دايما في الوسط. لبس يكون مناسب لسنك، وقبل ما يكون مناسب لسنك لان السن ملوش علاقة قوي باللبس، بس يكون مناسب لجسمك. لازم تلبسي حاجه مناسبه مع شكل جسمك عشان تكوني واثقه في نفسك، عشان ما تلاقيش حد بيبصلك بصه غريبه، عشان انت ما تكونيش حاسه ان انت مش مرتاحه. انت اوقات كتير انا مثلا بعلق على حاجه معينه وانا خارجه، لان مثلا انا حاسه ان انا وزني زاد، فانا مش مرتاحه في الحاجه دي، فلا انا حاسه انا مش مرتاحه. فالبسوا لبس يكون مريح، لبس يخليكم كده واثقين من نفسكم. لبس لو انتوا عندكم عيب في جسمكم ما يبينش العيب ده، البسوا حاجه تكون لايقه كده على شيب جسمكم. لازم تكوني حاطه حدود في كل حاجه في حياتك. يعني مثلا انت مثلا دخلتي محل تشتري هدوم مثلا، لقيتي صاحب المحل مثلا عمال يقولك دي هتبقى تحفه عليكي، طب بس تدخلي قيسيها، دي هتبقى جامده عليكي، لان انا بشوف طبعا وبسمع الحاجات دي كتير. طبعا انت هتبداي تحسي انه ايه ده، انه في حاجه غلط، تلميحاته غريبه. طبعا مش محتاجه اقولك ان انت فورا تطلعي من المحل ده، لانه مش بعيد لي اصلا حاطط لك كاميرا في البروفا وانت داخله تقيسي. فنخلي بالنا. مثلا ركبتي تاكسي، لقيتي مثلا بتاع التاكسي عمال يبص لك في المرايه، يا تنزلي يا اما تبصي له اللي هو في حاجه. والله العظيم انا قبل كده كنت في اتوبيس، كنت صغيره قوي، واحد الاتوبيس كان زحمه، كنت واقفه زحمه موت، لقيت واحد حرفيا هو عامل لي كده. كنت صغيره، كنت في مش كنت فاكره كنت في سنه كام. باصص لي متنح لي كده، عماله اعمل كده، انا عامله فيها ان انا مش شايفاه وبتاع، بس هو برضو كل ايه يعني انا باصه كده، بس انا عيني جايباه ان هو متنح لي، والاتوبيس اصلا اتوبيس انا واقفه وناس كتير جدا واقفه. عايزه اقول لكم ان انا اقسم بالله من جوايا كان قلبي ده بيعمل كده من الخوف. عمري في اول مره في حياتي اتحط في موقف زي كده، بس اتشجعت كده ورحت قلت انا بقى انا حواليا ناس كتير، انا مش هخاف، لا انا في حواليا ناس. رحت قلت له هو في انت عمال تبص لي كده ليه من ساعه ما ركبت؟ اقسم بالله يا جماعه باعلى صوتي ورحت قلت له كده. والله العظيم لف وشه الناحيه التانيه، ما قال لي انت بتقولي ايه، وانا مراقبه لحد ما وصلت بقى. والله العظيم ما لف وشه عليا تاني. فما تخافوش، مش عايزاكم تخافوا، يعني انتوا خدوا الريسك، اللي يحصل يحصل، المهم ان انتوا تحاولوا تنقذوا نفسكم. فخلوا بالكم برضو من حاجه زي كده. راكبه في مكان حاسه ان في حد بيبص عليكي، حد بيراقبك، امشي اتكلمي في الموبايل، ابعتي لاي حد لايف لوكيشن مثلا انت موجوده فين، كلمي مثلا مامتك قولي لها انا حاسه ان في حد بيراقبني، انا مكاني كذا كذا، لو ما روحتش مثلا خلال قد ايه، او موبايلي اتقفل او يعني فاهمين. حاولوا ان انتوا، لان في بنات لما بتتحط في موقف زي كده بتخاف، بتتوتر، بتعيط. انا مش عايزاكي كده خالص، انا عايزاكي تفكري. ما هو اللي انت بتعمليه ده هيوديكي في داهيه، فانت فكري، شغلي دماغك، ابعتي لحد لايف لوكيشن بسرعه، سجلي فويس لمامتك لباباكي لاي حد تعرفيه، انا حاسه حاجه كذا كذا كذا، انا في مكاني كذا كذا. ابعتي لايف لوكيشن لاي حد، بحيث انه لا قدر الله لو تعرضتي لاي حاجه موبايلك مثلا هيفضل شغال شويه، فاللوكيشن بتاعك هيبقى جاي انت فين. فركزوا ان انتوا ما توتروش نفسكم وتبوظوا الدنيا، لا شغلوا دماغكم، اصل هي خطفه ولا التانية، شغلوا دماغكم.
فاهمين قصدي؟ فخلوا بالكم برضه. طبعا كلكم دلوقتي معاكم موبايلات، انا مسكت موبايل يمكن وانا في ثالثه اعدادي تقريبا، فكلكم دلوقتي معاكم موبايلات. ما تخافوش، ما تتوتروش، واجهوا حتى لو الناس اللي حواليكم في الشارع مش هتساعدكم. طبعا انا بشوف كتير قوي بنت اتعرضت لموقف كذا كذا، وتقول كل الناس واقفه بتتفرج، واللي بيطلع موبايله وبيصوره محدش بيساعدها. بس على الاقل الشخص اللي هيأذيكي ده هيخاف، محدش هيساعدك، مش هتلاقي مساعده من حد، بس انت لما تاخدي موقف هتلاقيه هو خاف. هو مثلا ممكن يقولك ايه وانا عملت لك حاجه، او ممكن يجري، ممكن يعمل نفسه عبيط ان هو اصلا مش فاهم انت بتتكلمي عن ايه. انت فاهمه قصدي؟ عاوزاكي برضو يعني المواقف دي احنا وارد قوي ان اي حد يتعرض لها، وارد جدا. يعني عايزه اقولك بصي، لو هتمشي بازازه صغيره كده فيها زيت وشطه اعملي كده. والله العظيم يا جماعه، جت فتره من حوالي كام سنه كده، جت بقى لها اول ما طلعت بقى مواضيع الخطف والحاجات دي. والله العظيم ان انا كنت مره رايحه السوق مع ماما واخده سكينه صغيره قد كده، اقسم بالله قلت لو اي حد اتعرض لنا انا وكنت في اعدادي، وكنت ماشيه مع ماما، وجنب طبعا ماما كانتش عارفه ان انا معايا سكينه، والله كانت معايا سكينه قد كده وانا ماشيه جنب ماما. يا لهوي، الحقوا ده ليه، ده جت، يا لهوي. يبقى بصوا جايه تفتح الدرج ترمي، ارمي يا باشا ولا يهمك. نيجي بقى لنقطة مهمة جدا، وعلى فكرة يا جماعة سلسلة نصايح المراهقة دي صدقوني مش هتخلص، انا مكملاها معاكم يعني لحد ما نشوف بقى احنا هنروح فين بالقناة دي. فانا كل فترة يعني هنصور كام فيديو، بعد كده نعمل فيديو عن فترة المراهقة، عن الحاجات دي كلها. نيجي بقى لاخر فقرة، ودليده هتشاركها لنا، يعني اعذروني بس احمد بيتكلم في الموبايل وهيجي ياخدها دلوقتي، وهي الحب والاعجاب في فترة المراهقة. وفتحوا لي بقى كده ودانكم وعينيكوا عشان انا هقول كلام مهم قوي. خلونا بقى نتكلم بصراحة. في فترة المراهقة بتكون في حاجات كده بنبدأ نحس بيها، دي بتكون حاجات جديدة وحاجات غريبة علينا، وبتكون حاجات كده حلوة، انه احنا عايزين نعيش الاحساس ده على طول، انه انا حاسة ان انا مبسوطة، حاسة ان انا فرحانة. طب هي ايه الحاجات الطبيعية اللي نقول عليها اوكي، وايه الحاجات اللي مش طبيعية ولازم نوقفها؟ بس يا دودو، كخ يا دودو، رايحه فين؟ ان انتي تعجبي بحد، تحسي انك مهتمه بيه، بتفكري فيه، تحسي ان انتي بتحبيه وهو اصلا في عالم تاني خالص ولا حاسس بيكي، تحبي كلامه وتحبي طريقته وتحبي ان هو يبقى موجود في مكان، تقعدي كده تتفرجي عليه من بعيد، اول ما تشوفيه في مكان قلبك كده يفضل يدق 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 وجسمك كله بيترعش. دي كلها بتكون هرمونات، دي كلها بتكون نمو او نمو عاطفي. الاحساس ده عادي، دي مشاعر، لكن امتى بقى تكون المشاعر دي مثلا غلط، او امتى الحاجات دي تتحول لحاجة غلط؟ لما تتصرفي فيها غلط، ان انتي تحولي الاعجاب ده ان هو يكون علاقة سرية، علاقة مستخبية، كلام في السر، خروج من ورا اهلك، ده هيخليكي خايفة طول الوقت، مضغوطة، خليكي تكدبي على اهلك، هتتعلقي تعلق سريع جدا، ووقتها هيكون استغلالك اسهل من شرب المية. بمعنى ان هو ممكن ياخدك وتخرجوا في اي حتة، ممكن ياخد منك فلوس، ممكن يعرضك لاي حاجة. انا لسه شايفة بوست الواحدة خطيبها خلاها جابت له كارد ب 300 ألف جنيه، وبعد كده فسخ معاها وقال لها روحي ارفعي عليا قضية. انا معليش اي حاجة، استغلها، هي حبته واهلها كانوا رافضين عشان هو من هيئته كان شكله انسان مش كويس، وهي وافقت عليه وضحك عليها وخلاها جابت له كارد، وشوفوا عمل فيها ايه. فده هو الاستغلال اللي انا بقول لكم عليه، اللي لازم تخلوا بالكم منه. في الوقت ده بتكون مشاعرنا قوية جدا جدا، وبيكون عقلنا للاسف لسه قد كده. عاوزاكي تشغلي عقلك، عاوزاكي يكون عقلك شغال، عاوزاكي يكون عقلك سابق سنك. اي حد يهتم بيكي يبقى هو ده حب حياتك، مش اي حد يقولك كلمة حلوة يبقى بيحبك او معجب بيكي، مش اي حد يرميلك كلمة من هنا على كلمة من هنا فتقولي ده بيحبني، ده بيفكر فيا، لا ده واضح كده ان هو اتعلق بيا. طالما ما جاش صريحة وقالك في وشك يا فلانة انا بحبك، ما تبنيش اوهام انتي عايشة فيها لوحدك، ما تحكيش على نفسك. عاوزاكي دايما تخلي الاولوية لنفسك، بدل ما تقعدي تشغلي نفسك هو بيحبني، هو كلمني، هو ما كلمنيش.
هيضحك عليك يقولك انا بحبك، ابعتيله صوره محدش هيشوفها، والله همسحها بسرعه، والله مش عارفه ايه. طب ابعتيها مره واحده، صدقيني هتكوني بتبعتيها مره واحده وهو جنبه مثلا موبايل صاحبه وبيصورها بالموبايل بتاع صاحبه، هيقعد يضغط عليكي. لو بتحبيني اعملي كذا، لا لو بتحبيني ما تروحيش المكان ده، لا لو بتحبيني اقطعي مع صاحبتك دي، لا لو بتحبيني مش عارفه اعملي ايه، لا لو بتحبيني مش عارفه اسوي لي ايه. وانتي طبعا زي الهبله بتحبيه وهو بيضحك عليكي، وهتقعدي تعملي تعملي تعملي، وتيجي في الاخر هتاخدي صدمة عمرك. لو ما عملتيش كذا هسيبك، لو عملتي كذا هسيبك. ده كله اسمه ابتزاز عاطفي، ده ولا بيحبك ولا نيلة. طب ايه بقى الصح اللي احنا نعمله؟ خليه اعجاب عادي، مش لازم علاقة ولا حاجة يعني. خليكي حبيه جوه مخك، حبيه مع نفسك، اعجبي بيه مع نفسك، ما تقوليش لحد، ما تقولهوش، ما تديلوش فرصة اصلا انه يقرب منك. ركزي على نفسك الاول. انت في الفترة دي بتكوني بتبني نفسك، بتبني شخصية، بتبني عقلك، دراستك، شخصيتك، مهاراتك، ثقتك بنفسك. عاوزاكي تركزي على الحاجات دي. الشخص الصح هيجيلك في الوقت الصح. خلي عندك حدود واضحة، مفيش اسرار تحكيها لحد، مفيش صور تتبعت لحد، مفيش مقابلات في السر، مفيش كلام متجاوز. المشاعر في سن المراهقة جميلة، بس احنا لازم نتعامل بالعقل مش بالقلب. مش عاوزاكي اي كلمة تتقالك تصدقيها زي الهبلة. السن ده انت هتلاقي كلام كتير حلو من كل الناس، من الكبير والصغير، من كل الناس حرفيا. انا عاوزاكي في السن ده تشتغلي على ثقتك بنفسك، تعلمي تحبي شكلك وتحبي شخصيتك، بطلي تقارني نفسك بالناس، جربي حاجات جديدة، طوري من نفسك، ذاكري عشان تدخلي كلية كويسة، عشان تجيبي مجموع كويس، عشان تتجوزي راجل كويس. طوري مهاراتك، شوفي انت بتحبي ايه، اتعلمي لغة جديدة، اتعلمي مونتاج، تصوير، رسم، كتابة. كل الحاجات دي اقسم بالله هتفيدك. اقعدي كده دوري على ايه الحاجات الحلوة اللي عندك، على ايه الحاجات اللي انت بتحبيها وتعلميها. اتطوري فيها من وانت صغيرة، ما تستنيش لما مثلا اتخرج من الجامعة هبقى اخد كورس مش عارفة ايه، لما اتخرج من الجامعة مش عارفة هبقى اكتب ايه، هعمل ايه. لا يعني ان عايزاكي في الاجازة تشغلي وقتك بحاجة. يعني ان شاء الله لما دليدا تكبر وتبدأ ان هي تفهم، كل اجازة، كل اجازة سنة انا هعلمها حاجة جديدة. يعني مثلا ان شاء الله يكون معانا الانجليزي ده اساسي في المدرسة. في كل اجازة سنة هعلمها لغة جديدة مع طبعا التمارين. ليه دليدا دي ما تبقاش بتتكلم 7 لغات؟ ليه؟ اللي بيتكلموا 7 لغات احسن منها في ايه؟ اما تبدأ تكبر وتفهم وعقلها يستوعب، كل سنة هعلمها لغة جديدة. 6 شهور اكون اتعلمت اي لغة جديدة. فانا عايزاكي تبقي شاطرة، عايزاكي تبقي ناجحة، عايزاكي تبقي قوية كده، تبقي بتعرفي تعملي كل حاجة، بتعرفي تتكلمي قدام اي حد، تبقي كده واثقة في نفسك. يعني الثقة بالنفس دي ده ليها فيديو تاني، يعني فيديوهين 3 4 يعني، نتكلم في الموضوع ده بعدين. فمش عاوزاكي تدخلي السكة دي والحب في سن المراهقة، لان هو للأسف لازم يحصل لكم كده. يعني مفيش حد ابدا ما بيحصلوش كده، بس اتمنى ان انتوا تخلوا بالكم من نفسكم، تشغلوا عقلكم زي ما اتفقنا، ما تسيبوش نفسكم لاي حد، ما تسمعوش لاي حد، ما تثقوش في اي حد، مش كل حد يقول لكم كلمه حلوه تصدقوها. وبس كده، ده كان موضوع حلقتنا النهارده. اكتبوا لي ايه رايكم في الفيديو، عجبكم ولا لا، واكتبوا لي عايزين ايه الحلقه الجايه. وبس كده يا حلوين، وان شاء الله اشوفكم الفيديو الجاي. باي باي.